شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. بس الفيديو يعني حبيت اعطيكم شويه معلومات عن اليوتيوب بصوره عامه وهم تحذير لصناع المحتوى همين. يعني هذا الفيديو يعني وصل للناس معينين، وخاصه اللي يريدون يسوون قنوات يوتيوب او شيء، بس نصائح صغيرونه يعني حتى تحافظ على قناتك اذا ما تريد يعني تنطي وقت لقناتك او هيك شيء، وما تريد يضيع هذا التعب كله منك. حاول تسوي هذين الشغلات اللي راح انت بالفيديو. قبل ما بالفيديو، اذا ما عجبك الفيديو قل لي بالتعليقات وانت ديسلايك همين، واذا عجبك هم قل لي، واذا تريد فيديو تنزلها معينه هم قل لي بالتعليقات. عندك انت باليوتيوب او تيك توك او اي مكان ثاني، اكو سياسات معينه جديده يعني طلعت اخر سنين، وهاي السياسات يعني حاول تتجنبها الشلع، يعني ما تحكي بيها حتى لو كنت عربي. وهي قناه جات تنحذف بسببها، انه عبال الناس عادي تحكي بيها، عادي تضحك بيها، بس هذا الشيء يعني ما يصير تنشرب بكل مكان. يعني ممكن تنحذف قناتك شلع، او تنحظر، او تجيك مخالفات او شيء، او تخسر هواي شغلات بقناتك. فانت من تبدي تنشر قناتك حاول لا تستخدم اغاني، يعني اغاني مشهوره بفيديوهاتك. انا حاولت، اكو هوايه موسيقى مجانيه حاول تستخدمها. فانت اذا يعني ما تريد قناتك يعني تجي مخالفات او شيء، حاول يعني تلقى موسيقى تكون مجانيه. اكو هواي مواقع تعطيك، اكو هواي قنوات باليوتيوب تعطيك موسيقات مجانيه تقدر تستخدمها بقناتك. اذا تكتب بس اكتب فري ميوزك فور يوتيوب، يعني كذا هذه السوالف، موسيقات مجانيه لليوتيوب اذا بالعربي تريد، وحطن بالفيديوهات مالتك او خلفيه الفيديوهات مالتك. فهذا الشيء لازم تستخدمه. بس هذا الشيء يعني ما راح ياثر على قناتك هواي، يعني ممكن تجيك مخالفات او مال حقوق الطبع والنشر. بس الاسوء من هذا، حاول لا تتكلم باي امور سياسيه او دينيه. حاول يعني كل الطرق ما تحكي، او تحكي على، مو تحكي ويا، تحكي على امور سياسيه، او تحكي على امور دينيه، يعني تحكي ضدها قصدي. يعني شو الامور السياسيه؟ الامور السياسيه حاول ما تحكي يعني ربنا قدسنا حق لكم الالوان. حاول لا تحكي عن الاجناس الجديده اللي طلعت او شيء. حاول لا تحكي عن الاسمان، خاصه البنات الاسمان. حاول لا تحكي على هواي امور ممكن تسويها. حاول لا تغلط على بنيه. حاول هاي الامور بالفيديوهات لا تسوي الشيء يعني، لان عند اللي يتابعوا اليوتيوب مو عربي. ترى اليوتيوب حتى لو موجود يعني ناس تشتغل عرب هم لازم يتبعون سياسات هاي الشركات، اللي هو اول شيء ممنوع تحكي على تعرفوا اللي ما يعرف يعني الفئه من هاي الناس الجديده طلعت، ال جي بي تي كيو، اللي ما يعرفها يعني مثلا لزبيانز جايز وذن السوالف. اي، ولا تحكي على الاسمان، يعني لا تحكي باي بفيديوهاتك ابد، مو عبالك هذا الموضوع هذا تحكي بيه، بس ما يصير يعني باليوتيوب ما يصير. فانت اذا تريد تحافظ على قناتك، يعني انت ما تحب الاشياء، ما تدعم هي الاشياء، بس لا تسولف عنها. يعني لا تسولف عنها بقنواتك ابد. حاول قنواتك العاب، انشر الالعاب. قنواتك كذا وكذا، انطي مجرد معلومات بس بدون ما تحكي. يعني هذا الشيء حتى تحافظ على قناتك. صحيح يعني اذا ما خايف على قناتك تنحضر لو تنهد عادي احكي براحتك، بس اذا خايف على قناتك تنحضر وصالك تعبت عليها وما ادري شنو، حاول تتجنب المواضيع السياسيه، او المواضيع اللي يسموها الاجندات الغربيه. هو ناس جايين يحضرون بسبب هذا الشيء، ويعني هو ناس عبالهم انه ها والله اليوتيوب يكرههم او شيء وكذا. ما يكرههم، بس هم مجرد عندهم قوانين جديده، هاي القوانين يتبعها، لو تصير وياهم لو تصير عليهم. فانت حاليا مجبور تبغى باليوتيوب فتسكت. اذا تريد يعني انت متونس باليوتيوب ما يحتاج، يعني ما حد جبرك انه تسوي شيء. بعد ذلك هاي الامور لا تحكي بها. والله صراحه يعني مرات واحد ليش يعني يخاطر بقناته وتحذف قناته وتعبه هوايه لين يحكي مثلا بهاي الامور السياسيه. حاول لا تحكي عن رموز دينيه، يعني هذا الشيء ممنوع باليوتيوب، لان ممكن الكلام يحض على الكراهيه وشيء فيعتبرونه مسيء. حاول لا تلعب ويا اطفال نهائيا. حاول لا تظهر اطفال فيديوهاتك الا اذا فيديوهاتك مخصصه للاطفال. يعني اذا انت فيديوهاتك انت مسوي عليها انه هي مال كبار، وانت تظهر اطفال، خاصه مثلا اطفال مثلا يحكي حكي ممكن مو زين او شيء، فحاول هاي شغلات تبعدها عن فيديوهاتك شلع. ترى هذا الشيء ممنوع عند الاجانب كلش. واذا انت يعني عندك محتوى للاطفال، حدد بالفيديو هذا المحتوى للاطفال. والتعليقات راح تنحضر طبعا يعني، وممكن اعلانات هم راح يعني تتعدل عليها. يعني ما يطلع لك اعلان في شيء على قناتك، بس الاعلانات الخاصه يعني هاي الاشياء يعني ترى بسببها ممكن تنحضر قناتك وما ترجع نهائيا. مو بس تنحضر قناتك، حتى غير قنوات ما تقدر تسوي. يعني اذا انت يعرفونك مسوي قناه كذا ثانيه، ممكن تنحضر مباشره حتى لو بالقناه الجديده صرت عاقل ما مسويش. فهاي الامور ابتعد عنها. عندك هواي امور ثانيه يعني عندك ممكن تنحضر عليها، وذكرتها قبل شوي بس راح احكي عليها بشكل مفصل. مثلا تحكي على الاسمان، وخاصه البنات الاسمان. هذا الشيء ترى يعني صار ممنوع بالعالم، انه تحكي على البنيه السمينه. والبنيه السمينه حسب قولهم يقولون انه حالها من حال البنيه الضعيفه، بنيات حلوات. ف
يعني هذا الشيء حاول تبتعد عنه، ولا تتكلم هذا الموضوع شلع، خاصة إذا فيديوهاتك يعني تتنمر أو شيء على غير ناس وكذا. حاول تبتعد عن هذا الشيء. يعني هي صح تافه إنه تتنمر، بس يعني إذا أنت تشوف تضحك هذا الشيء لا تسوي. فابتعد عن هذا الشيء حتى تحافظ على قناتك وما تنحضر، أو يعني أو يعني أقل شيء ممكن يصير بقناتك إنه ينمنع الربح بيها، فابتعد عن هاي الشغلات ولا تسوي شلع. وفد معلومة ثانية، وايد ناس تقول علي المرجان انحضر لأن كذا نشر فيديوهات قديمة محظورة وشي. لا علي المرجان انحضر لأن خطابه هواي بكراهية، يعني هواي بكراهية بأنواع من الألفاظ المو زينة في اليوتيوب. يعني يشوف هذا الشيء غير مناسب للأطفال، خاصة إن الجمهور مالته أغلب أطفال. يعني من يشاهد اليوتيوب أكثر شيء الأطفال، مو معناه انه ما عنده مشاهدين كبار، بس اكو الكثره. يعني مو بس هو، يعني هواي ناس باليوتيوب يشوفونه، هواي ناس جوا 18، فمن يتكلم هاي الالفاظ ممكن ينحضر بكل سهوله. فباليوتيوب يعني مو بس عاد عرب، ترى بكل الاجانب خلت سياسات معينه ممنوع تتلفظ بالفاظ معينه وشي، واذا تلفظ الفاظ معينه بالفيديوهات مالتك طوطها ولا تخليها تطلع بالفيديو نهائيا، بس تطلع بالفيديو مالتك شغلات يعني معينه مو زينه او كذا او تلميحيه، ممكن تنحضر قناتك من هذا كررتها أكثر من مرة. هذا السبب متأكد من انحضر على المرجاني أو انحضر وغيرهم مهمين. إذا كنت بعد آخر شيء ممكن تسوي، لا تنشر محتوى هكر شلع. هكر نهائيا لا تنشر، مجرد تدرس مي بجدر مزروف ومتعبك كله يروح بكل سهولة. فإذا أنت عندك هاي السوالف شوية خليها لروحك أحسن لك. حاول تنشر في شيء ثاني إذا تريد عادي انشر بشيء تافه، ترى الأشياء التافهة ماشي مرغوبة باليوتيوب وين ناس تشوف. فقولوا بالتعليقات شو رايكم، وإذا تردون بالتعليقات ضيفوا همين، يعني أغلب الناس من تشوف الفيديوهات تروح تقرأ التعليقات مباشرة، فخلي شيء بالتعليقات ممكن يفيد الناس همين، ممكن لا يسوونه قنواتهم. وهم قل لي ايش رايك بالفيديو، وللقاء في فيديو آخر.